السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطالنا أبطال أولى إعدادي، كيفكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتونا يا باشمهندسين. إن شاء الله هنشتغل مع بعض الترم الثاني. هناخد أول درس النهاردة الضرب المتكرر. قبل أي حاجة نسمي الله. بسم الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. درسك النهاردة أساس مهم جدا 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 في تأسيس الرياضيات ككل بأمر الله. هتاخد في درسك النهاردة هو يعني ايه الضرب المتكرر، ولو جالك اساس سالب وأس زوجي او أس فردي تتصرف ازاي، وهتاخد كمان ضرب وقسمة لو في أسس معك مسألة فيها ضرب او قسمة وكان في أسس موجودة. بعد كده هتاخد يعني ايه المسألة اللي أسها صفر وايه المسألة اللي أسها سالب. حاسس بيك انك تايه. اول حاجة يا هندسة هنتكلم فيها الضرب المتكرر. ايه معنى الضرب المتكرر ده؟ قال لك يا هندسة لو انا جيت قلت لك معايا 3 في 3، ال3 دي انضربت في نفسها كم مرة؟ مرتين. عايزين نقول له بالرياضة ان ال3 دي انضربت في نفسها مرتين، فبنكتبها 3 أس 2. بنسمي ده كده قوة العدد. يعني 3 أس 2 معناها ان ال3 دي كانت مضروبة في نفسها مرتين. من هنا يا باشمهندس بدأ الراجل يقول لك الصورة دي لازم تعرف ده اسمه ايه؟ ده اسمه اساس العدد. ده اسمه يا باشمهندس أس العدد. خلاص، يبقى اللي تحت ده اسمه أساس، اللي فوق ده اسمه أس، والأس ده بيعبر عن عدد مرات تكرار العدد في الضرب. يعني 5 أس 4 معناها 5 ضرب 5 ضرب 5 ضرب 5. كم مرة؟ 4 مرات. طب لو كانت المسألة جاية لك كده تقول له 5 في 5 في 5 في 5، الخمسة انضربت في نفسها 4 مرات. شوف شكلين السؤال، انت واخد بالك من الشكل ده وده؟ دي مسألة جاية جاهزة، دي مفكوكة عايزك ترجعها لأصلها. طيب يعني ايه 4 أس 3؟ قلت له انا فاهم معناها. معناها ان الأربعة انضربت في نفسها 3 مرات. 4 في 4 ب16، في 4 ب64. حلوة قوي. طب قول لي يا باشمهندس دي معناها ايه؟ 7 ضرب 7 ضرب 7، يعني ال7 انضربت في نفسها 3 مرات. كده انا قدرت احطها لك في صورة أسية. يعني انت مديها لي مفكوكة كده، قدرت احطها في صورة أسية. طيب تعال نتدرب كده. 2 في 2 في 2 في بي في بي. اما باجي احط الأس بحطه على اللي زي بعضه. يعني قلت له يا أستاذ انت واخد بالك من دول زي بعض، يبقى الاتنين هنا اتكررت 3 مرات مضروبة في نفسها 3 مرات. إما البي مضروبة في نفسها مرتين. حلو. يعني أنا لو جيت قلت لك إكس في 5 في إكس في 5 في 5 في 5 في إكس، ها يا حبيبي تقدر تقول لي الكلام ده معناه إيه بالأسس؟ تحطه لي في صيغة أسية. قلت لي أيوه، دي إكس ودي إكس ودي إكس كلهم مضروبين. يعني أنا معي إكس أس 3 في ال5 أدي 1 2 3 4، 5 أس 4. كده أنا حولت لك المسألة لصيغة أسية. طيب حلو، إيه رأيك لما غتت عليك؟ قلت له قول. قال يعني 2 أس 3. قلت له هي دي غتاتة؟ دي معناها 2 ضرب 2 ضرب 2. 2 في 2 ب4 في 2 ب8. قال حلو قوي. لو انا جيت بقى حضرتك كده وقلت لك معايا 8 احطها لي في صورة أسية، قلت انت جاي بكل بساطة قلت لي ال8 دي معناها 2 ضرب 4، وال4 دي معناها 2 ضرب 2، يبقى كلها 2 أس 3. قال طب انا هتغابى شوية معلش. قلت له معاك براحتك خالص اللي انت عايزه. قال لو انا عايز احط ال25 في حاجة أس حاجة. قمت انت قايل لي يا أستاذ ال25 5 ضرب 5،
عارف يعني ايه يا استاذ 5 ضرب 5؟ يعني 5 أس 2. قلت لك بيرفكت، برافو عليك. طيب حبيبي، لو معي 72 تتصرف ازاي؟ قمت انت قايل لي يا استاذ دي 8 ضرب 9، والتمانية 2 في 2 في 2، اما التسعة 3 في 3. صح، دي معناها 2 أس 3 ودي معناها 3 أس 2. بيرفكت، برافو عليك، ممتاز. هاي يا حبيبي يا أستاذ سهلة. قلت لك اتفضل قول. أدا رقم 2 3 4، يبقى السالب 5 اتكررت مع نفسها 4 مرات. حلو قوي. طيب يلا يا باشمهندس، لو معي سالب نص في سالب نص في سالب نص، هاي يا باشمهندس دي بكام؟ قمت انت قايل ده السالب نص كده يا أستاذ اتكرر 3 مرات. برافو عليك. تعال نشوف دي. أنا عايز القيمة، مش عاوزك تفكها، أنا عاوز قيمتها، مش عايزك تخليها في ضرب متكرر. قمت انت قايل 2 أس 3 دي يا أستاذ معناها 2 ضرب 2 ضرب 2، إما التلاتة عبارة عن 3 ضرب 3. هنا 2 في 2 ب4 في 2، والتلاتة في 3 ب9. 4 في 2 ب8 في 9، ال8 في 9 بتساوي 72. بس كده أنا حلتها لك. برافو عليك يا باشمهندس. ممكن تعمل حساب ذهني على طول. 2 في 2 في 2 ب8، 3 في 3 على طول ب9، يبقى الناتج 72. إما لو تايه تقدر تفكك كده. ماشي يا أستاذ، هات لي قيمة دي وهات لي قيمة دي. قلت له ماشي. هنا يا أستاذ سالب 3 ضرب سالب 3 ضرب سالب 3. من هنا بقى عاوزك تركز قوي في الإشارات وانت بتضرب. يلا، سالب 3 في سالب 3، السالب في سالب بموجب 9، موجب في سالب بسالب، ال3 في 9 ب27. برافو عليك. طب تعالى هنا يا باشمهندس. قلت له دي معناها سالب 3 ضرب سالب 3 ضرب سالب 3 ضرب سالب 3. حلو، دول مع بعض سالب في سالب بموجب 9، ودول مع بعض سالب في سالب بموجب 9، 9 في 9 ب81. حلو قوي. عاوزك بقى من هنا تفهم معلومة مهمة قوي. ليه الناتج هنا طلع سالب وليه الناتج هنا طلع موجب مع انها نفس الاساس؟ قالك يا باشمهندس بكل بساطة، ان كان الاس فردي يبقى الناتج سالب، ان كان الاس زوجي يبقى الناتج موجب. تاني يا باشمهندس قال ايه؟ قال لو معاك عدد بالسالب بس كان الاس بتاعه زوجي الناتج موجب. حلو، زي ايه؟ لما اجي اقول لك معايا سالب 2 أس 2، على طول الناتج هنا هيبقى موجب. على طول يا باشمهندس حط موجب كده اهو، و2 في 2 ب4 على طول. يعني لو معي سالب 2 أس 4 على طول الناتج بموجب. خلاص، ريح راسك من الإشارة طالما الأس زوجي. حلو يا أستاذ، واضرب الاتنين في نفسها 4 مرات تطلع بتساوي 16. إما إن كان الأس فردي الناتج هيكون بسالب، زي سالب 2 أس 3. قالك على طول هنا الناتج مباشر بسالب، واضرب الرقم في نفسه 3 مرات، يعني 2 في 2 في 2، وريح حالك من الإشارة، يعني على طول هنا ب8. تعال نرجع كده. انت شايف المسألة دي؟ مش انت عرفت الخاصية خلاص؟ لو الأس فردي الناتج سالب، لو الأس زوجي الناتج موجب. لو كان الأساس سالب، يعني لو كان اللي تحت بالسالب والأس فردي يبقى الناتج سالب، لو كان اللي تحت بالسالب والأس زوجي يبقى الناتج موجب. يعني المسألة دي كان ممكن مباشر تقول ناتجها هيكون سالب، والتلاتة هضربها في نفسها 3 مرات، 3 في 3 ب9 في 3 ب27.
دي الأس زوجي على طول، وهضرب التلاتة في نفسها 4 مرات. 3 في 3 ب9، في 3 ب27، في 3 ب81. مباشر يا باشمهندس. تمام كده؟ تمام. من هنا عاوزك تفرق، لاحظ وفرق. في فرق ما بين دي يا باشمهندس وفرق ما بين دي يا حبيبي. فرق لي ما بين الاتنين دول، فرق ما بينهم قوي. لو الأساس في قوس وليه أس يبقى السالب ده هو على نفس الأس. إما لو السالب محطوط والمسألة بدون قوس يبقى الأس ده على 4. المسألة دي مع إن أسها زوجي إلا إنها طلعت بسالب 16. المسألة دي أسها زوجي طلعت بموجب 16. إيه الفرق ما بين الاتنين؟ دي يا باشمهندس الأس زوجي على كله، يعني دي -2 مضروبة في نفسها 4 مرات. إما دي 2 مضروبة في نفسها 4 مرات وحاطط سالب بره. تاني لو أنا عايز أقول معناها إيه -2 أس 4، هي -2 في 2 في 2 في 2. ليه؟ لأن اللي هيتكرر الاتنين بس مش السالب. هنا اللي هيتكرر السالب 2. يا رب تكون واضحة يا باشمهندس. يلا قول لي ايه الفرق ما بين دول؟ قلت له دي معناها -2 ضرب -2 ضرب -2. اما دي معناها -2 في 2 في 2. خد بالك يا حبيبي. طيب كان ممكن يا استاذ نقول على دي على طول ان نتيجها سالب وهتكون 8. قلت له ايوه. طب ما دي نتيجها برضو سالب وهيكون 8. انت صح. تعال بقى اغيرها، اخليها ايه؟ مثلا وليكن 6. هنخلي الأس ده هو 6 كده كده يا باشمهندس. طيب دي معناها يا أستاذ الأس زوجي الناتج بالموجب 2 أس 6، يعني 2 في 2 في 2 في 2 في 2 في 2. أنا عارف إن دول ب8 وعارف إن دول ب8. 8 في 8 ب64. برافو عليك. طب دي لا يا أستاذ، ده في هنا سالب، إما الاتنين مضروبة في نفسها 6 مرات. برافو عليك يا حبيبي. بعد كده يا باشمهندس الراجل قال لك في حالة الضرب بنجمع الأسس. قلت له مش فاهم. قال لي سهلة. قول لي حضرتك دي كده معناها إيه؟ إيه ضرب إيه ضرب إيه؟ انت قايل إيه أس 3. ليه؟ لأن كان في هنا 1 وكان في هنا 1 وكان في هنا 1، فجمعناهم قلنا 1 زائد 1 زائد 1. انت واخد بالك هو عمل ايه؟ قال لك يا باشمهندس في حالة الضرب بنجمع الأسس. قلت له طب ما أنا عارف كده من أول الحصة. قال يمكن ما كنتش واخد بالك. طيب أنا لو معايا 2 أس 5 مضروبة في 2 أس 5، قال خد أساس واحد بس. بناخد أساس واحد، مش بجمعهم أو مش بضربهم، باخد أساس واحد بس واجمع الأسس. ركز في حتة ناخد أساس واحد ونجمع الأسس. ما تجيش تقول لي الاتنين في 2 ب4. لا، انت بتاخد واحد بس وبتجمع الأسس، يبقى الناتج 2 أس 10. تاني لما أقول لك معايا ايه أس 2 ضرب ايه أس 3 ضرب ايه أس 5، يا أستاذ على طول الناتج هنا بايه أس 2 زائد 3 زائد 5، يعني بتساوي ايه أس 10. برافو عليك يا باشمهندس. تاني نتدرب أكتر. لو معي 3 على 4 أس 2 ضرب 3 على 4 أس 5، يا أستاذ بناخد أساس واحد ونجمع القوة، نجمع الأس. 2 زائد 5 اللي هي 7، يبقى 3 على 4 أس 7. كويس جدا. تعالى كده نشوف مسألة تانية. إكس أس 2 ضرب إكس أس 3. عشان أفرق إكس بعمل النجمة دي كده يا شباب. في إكس أس 5
قلت له يا أستاذ باخد إكس واحدة وفي حالة الضرب بجمع الأسس، 2 زائد 3 زائد 5 يبقى الناتج إكس أس 10. قال لي طيب نصعب شوية. قلت له صعب. سالب بي أس 3 في A أس 4 في A أس 2 في سالب بي أس 1. قمت انت قايل بسيطة، مع ان يا أستاذ الواحد ما بيتكتبش، هو المفروض لو معايا عدد والأس بتاعه 1 ما بيتكتبش، بس أنا حطيته عشان أظهر بس وأنا بجمع منساهوش. يبقى هنا سالب بي أس 4، خد بالك الأس على السالب كمان، في A أس 6. طب جبت الأربعة منين؟ 3 والواحد 4، وهنا A أس 6، يعني أنا ممكن أكتب B أس 4 في A أس 6 وخلاص. برافو عليك، عشان الأس زوجي هيشيل السالب. تعالى كده نتدرب. يا أستاذ في حالة الضرب بجمع الأسس، يبقى 2 أس 5 جبتهم منين؟ 3 زائد 2. السبعة دي بيكون أسها 1 بس هما ما بيكتبوهوش. برافو. في حالة الضرب بنجمع الأسس، يبقى 7 أس 3 زائد 4 زائد 1، يعني 7 أس 8. طب هنا يا أستاذ في حالة الضرب بنجمع الأسس، يبقى سالب 5 أس 2 زائد 5 زائد 3، يبقى سالب 5 أس 10، وطالما الأس زوجي يبقى الناتج 5 أس 10. برافو عليك يا حبيبي. طب قانون القسم ايه؟ بيقول لك لو معاك مسألة أسس A أس 3 قسمة A أس 2، قال لك في القسمة بنطرح الأسس. طب ليه؟ تعالى قول لي يا حبيب قلبي، هو يعني ايه أس 3؟ ايه مضروبة في نفسها 3 مرات يا أستاذ. يعني ايه أس 2؟ ايه مضروبة في نفسها مرتين يا أستاذ. شيل يلا دول مع دول، الناتج طلع بإيه؟ برافو عليك. فعلشان كده قالوا في حالة القسمة اطرح الأس على طول. يعني لما اجي اقول لك ايه أس 5 قسمة ايه أس 2 على طول بايه أس 3. ما تفكش كده، الطريقة دي ما تعملهاش بقى. ليه؟ عشان احنا اديناك قانون في حالة القسمة بنطرح الأسس. جابوه منين القانون ده؟ عرفوا اللي فوق فكوها وقالوا معناها ايه اللي تحت واختصروا مع بعض وخلاص على كده. طيب تاني يا حبيبي، لو معايا اكس أس 5 ضرب اكس أس 4 على اكس أس 6، انت قلت اللي فوق دول ضرب. في حالة الضرب بنجمع الأسس، 5 زائد 4 على اكس أس 6، دول كده 9 صح؟ في القسمة بنعمل ايه؟ بنطرح يا أستاذ 9 ناقص 6. 9 ناقص 6 كام يا حبيبي؟ 3 يا أستاذ. برافو. طيب يلا، لو معايا A أس 6 قسمة A أس 5 زائد A أس 7 قسمة A أس 6 زائد A أس 8 قسمة A أس 7. انت قلت لا، دي يا أستاذ مسألة لحالها، ودي مسألة لحالها، ودي مسألة لحالها. ليه؟ لأنه جمع. الجمع بيفصل المسائل يا شباب. يبقى هنا ايه 6 ناقص 5 1 زائد ايه أس 1 زائد ايه 8 ناقص 7 1. من هنا سؤال بقى، أي ناتج صح؟ هل هتبقى بإيه أس 3؟ يا أستاذ في حالة الضرب نجمع الأسس. في حالة الضرب نجمع الأسس. طب ده ضرب ولا جمع؟ لا ده جمع. متشابهين ولا لا؟ من الترم الأول متشابهين، A و A و A كده 3 من A. يبقى الإجابة دي غلط، الإجابة دي اللي صح. في الجمع يا باشمهندس الجمع غير الضرب. الضرب بنجمع الأسس، في الجمع لأ، بمسكهم كده كل واحدة أقول له معناها إيه، ما تتخدعش. صح. يلا اسم يا أستاذ بطرح الأسس. برافو عليك. يبقى الناتج 2 أس 1 صح. الواحد ما بيتكتبش بقى. تمام.
في حالة القسمة بنطرح الأسس، يبقى 7 أس 3. بيرفكت، ما شاء الله عليك، ممتاز. طيب يلا يا أستاذ، 3 على 5 أس 7 على سالب 3 على 5 أس 4. قلت لك الأس هنا زوجي ولا فردي؟ أنت قلت لي زوجي، يعني السالب ده كأنه ما هو موجود، كأن المسألة 3 على 5 أس 7 على 3 على 5 أس 4. يبقى الناتج 3 على 5 أس 3. بس كده يا باشمهندس، كده يا حبيب قلبي أنت قدرت تطرح الأسس لأن الأساسات زي بعض. خد بالك يا حبيبي، هو يعني إيه القوة لو جت بالسالب؟ الأس لو جه بالسالب، قال لك الأس السالب معناه المعكوس الضربي. الأس السالب معناه هات معكوس ضربي للمسألة. لما أجي أقول لك 3 أس سالب 1 زائد 3 أس سالب 1 زائد 3 أس سالب 1، إيه معناها؟ أنت قلت لي أس سالب بيقول هات المعكوس الضربي، 3 أس سالب 1 هات المعكوس الضربي، هات المعكوس الضربي. المقام موحد ولا لا؟ موحد. 1 زائد 1 زائد 1، 3 على 3 فيها الواحد. ماني فاهم يا أستاذ؟ معي 5 إكس أس سالب 1. مين اللي عليه أس سالب هنا؟ الإكس يا أستاذ. حلو، يبقى ال5 باقية والإكس تنزل. طيب تاني، معي يا أستاذ 5 إكس أس سالب 1. إيه معناها؟ الأس سالب على كله بنقلب المسألة، المقام بيكون 1 ونقلب السؤال، يبقى 1 على 5 إكس. تاني، عايز أقلب دي بظهر المقام بتاعها. أي عدد في الكون متفقين من الترم الأول إن المقام بتاعه 1، فأنت هتقلبه بقت 1 على 5 إكس. تاني يا أستاذ، تاني يا حبيبي، 3 أس سالب 1 في 4. إيه معناها؟ قلت له دي تنزل تحت، نظهر المقام بقى طالما في أس سالب، اللي أسه موجب يفضل واللي أسه سالب ينزل. طيب يعني إيه يا أستاذ أس صفر؟ قلت لك أي عدد أسه صفر بواحد. جابوه منين؟ قال حل المسألة دي كده، معاك 3 أس 5 على 3 أس 5. قلت لي يا أستاذ دي حاجة على نفسها، حاجة على نفسها، واخد بالك؟ 3 أس 5 على 3 أس 5 فيها الواحد يا أستاذ، زي ما كنا بنقول إيه 7 على 7 فيها الواحد، مش كده؟ لو طرحنا الأسس بقت الأس صفر، 5 ناقص 5 صفر اللي هي بواحد. ما فهمتش؟ بص، لو معاك 7 على 7 دي فيها كام؟ فيها الواحد. طب لو حليناها بطريق مختلف عن طريق الأسس، في حالة القسمة بنطرح الأسس، بقت 7 أس صفر، قال لك اللي هي قيمتها بواحد. يبقى أي عدد أس صفر بواحد بشرط. إيه هو الشرط؟ إيه ما تكونش بصفر، يعني لا يصلح، ما ينفعش نقول إن صفر أس صفر بيساوي واحد. ده غلط، رياضيا غلط، دي كمية غير معينة وهتكملها إن شاء الله في السنوات المتتالية بأمر الله. طيب تمام يا أستاذ، مثال على كده، قلت له 3 أس 5 ضرب 3 أس 3 على 3 أس 8 بكم القيمة؟ في حالة الضرب بنجمع الأسس، 3 أس 5 في 3 أس 3 بناخد أساس واحد ونجمع الأسس. حاجة على نفسها فيها كام؟ فيها الواحد. ليه؟ لأن لو طرحت الأسس يا أستاذ هتبقى 3 أس صفر، وأي عدد أس صفر بواحد ما عدا صفر أس صفر. نشوف كمان مثال، نشوف مثال. لو معايا 5 أس صفر مضروبة في 5 أس 2، كم الناتج؟ قلت له يا أستاذ أي عدد أس صفر ده بواحد، وديت 5 أس سالب 2 معناها 1 على 5 أس 2، يعني 1 على 25. يا رب تكون واضحة كده يا باشمهندس. احنا خلصنا الدرس شرح، تعال نحل بقى.
ها 3 أس 3 على 5. أنا عايز القيمة. قلت له يا أستاذ دي معناها 3 ضرب 3 ضرب 3 على 5 واحدة. ليه؟ لأن مش محطوط في قوس. عارف إن كان محطوط في قوس كنا قلنا 3 على 5 في 3 على 5 في 3 على 5. إما هنا يا باشمهندس مش محطوط في قوس، يعني اللي هيكرر التلاتة. طلع الناتج 27 على 5. طب حط لي دي في صورة أسية. قلت له ال 72 عبارة عن 8 في 9، وال8 2 ضرب 2 ضرب 2، وال9 3 ضرب 3. يبقى هنا 2 أس 3 ضرب 3 أس 2. كده أنا خليتها في صورة أسية. طيب معاك -1 أس 50. قلت له الأس ده زوجي، يبقى الناتج 1. الأس ده فردي، يبقى الناتج -1. 1 ناقص 1 بكام؟ بصفر. تاني الواحد لما اضربه في نفسه 50 مرة هيفضل 1، صح ولا لا؟ فهو طلع موجب 1 وده -1، يبقى الناتج بصفر. طب هنا قلت له يا أستاذ -2 أس 4 الناتج بالموجب 2 أس 4، وهنا -3 أس 3. 2 أس 4 ب16، 2 في 2 في 2 في 2، وهنا 3 في 3 في 3 ب27. 16 ناقص 27 ب-11. آخر حاجة معانا في الضرب بنعمل إيه؟ بنجمع الأسس يا أستاذ. في الضرب بنعمل إيه؟ بنجمع الأسس. في القسمة بنعمل إيه؟ بنطرح الأسس. في الضرب بنعمل إيه؟ بنجمع الأسس، بس الأس سالب، سيب السالب للآخر طالما كل المسألة أسس سالب. يبقى إكس أس -8، وهنا إكس -3 و-4. ما تكون الإشارات زي بعض بنجمع عادي، يبقوا هنا -7. في القسمة بنطرح، يبقى إكس أس -1 دي إكس أس -8 ناقص -7. سالب في سالب بموجب، يبقى هنا إكس أس -1، يعني ب1 على إكس يا أستاذ، لأنه ده معكوس ضربي. نصف العدد 2 أس 10. نصف العدد يعني العدد ده اقسمه على 2 يطلع الناتج 2 أس 9. ضعف العدد 2 أس 6، يعني العدد ده اضربه في 2 يبقى الناتج 2 أس 7. المعكوس الضربي ده ايه؟ قلت له ده اصلا معناه 1 على 3. لما اجيب له المعكوس الضربي هيكون 3. طب هنا قلت له ما عنديش اي قانون للاسس لو في جمع. دي هقول له معناها، ودي هقول له معناها، ودي هقول له معناها. يبقى الناتج هنا 4 و8 12 قسمة 16. هنا 3 في 4 وهنا 4 في 4. ال4 راحت، باقي 3 على ال4. بس كده يا باشمهندس. أتمنى يا رب أن أكون قدرت أفيدك ولو بمعلومة صغيرة كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.